الكتاب هو البوابة اللي ممكن تدخل منها على أي نوع من أنواع العلوم والمعرفة. عمره ما كان مجرد شوية كلام مكتوبين على ورق، بس هي الوسيلة اللي المجتمعات ممكن ترتقي بيها. وفي الغالب الكتاب صديق مشترك لكل الأشخاص الناجحين في حياتهم، ومع ذلك بنلاقي ناس كتير علاقتهم بالكتب كعلاقة اتنين متجوزين ومش طايقين بعض. في فرجة هنحاول بشوية نصائح نخلي القراية بالنسبة لك ممتعة أكتر، فعالة أكتر، وأسرع من أي مرة قبل كده. في حالة إنك بتلاقي صعوبة في اختيار الكتاب المناسب علشان تقراه أصلا، استنى الفيديو اللي جاي. حدد بوضوح هدفك من قراءة الكتاب من قبل ما تبدأه، زي انك عايز تستمتع بقراءته او في حاجة معينة عايز تتعلمها منه، او يهمك تتعرف على المجال ده من الاساس. وتأكد انك ما تخلصش الكتاب غير وانت محقق الاهداف دي. مفيش اي مانع انك تقعد طول اليوم بتقرا في صفحة واحدة لحد ما تفهمها كويس او تستفيد منها، واوعى تخلي هدفك انك مجرد تخلص الكتاب بسرعة او تخلص قدر معين من الصفحات في اليوم. صدقنا ده بيقتل قدرتك على الاستمتاع بيه او الاستفادة منه. مهم جدا انك ما تبدأش في القراءة مباشرة اول ما تمسك الكتاب. خد الوقت الاول انك تتعرف على شكل الكتاب، واقرا المقدمة بتمعن علشان تعرف بالظبط اللي انت هتقراه ده عبارة عن ايه. واهم خطوة هي انك تقرا التيبل اوف كونتنت او الفهرس، وتكون خريطة كبيرة وواضحة في ذهنك عن محتوى الكتاب كله الاول. تعود بعد كل فصل تخلصه في الكتاب تكتب عنه جملة واحدة تكون شايف انها بتلخصه او انها اهم حاجة في الفصل ده. لما تخلص الكتاب هتلاقي انك كتبت صفحة واحدة بس فيها اللي انت شايفه مفيد بالنسبة لك. ممكن كمان تعمل نفس الحكاية مع الكوتس او الجمل اللي عجبتك في الكتاب ده، واللي بدوره هيوفر عليك وقت كبير لما تحب ترجع لأي حاجة من الحاجات دي، بدل ما تقعد تدور في الكتاب نفسه كل مرة. في شوية مفاهيم خاطئة غالبا بتكون السبب الرئيسي في انك ما تقراش الكتاب او ما تكملهوش للاخر، خصوصا لو الكتاب اكاديمي او انت مجبر على دراسته. اهمها انك لازم تخلص الكتاب كله، واللي مش صحيح باي حال. استخدم الفهرس علشان تحدد الاجزاء اللي انت مهتم تقراها وبس، او زي انك تفوت اجزاء انت مش فاهمها لمجرد انك عايز تخلص الكتاب، واللي بكل تأكيد بيتنافى مع الهدف الاول والرئيسي للقراءة وهو الاستفادة. علشان تضمن انك تحقق هدفك من الكتاب ده لازم تخصص ليه مدة معينة في يومك، حتى ولو ربع ساعة بس. ولو يومك فيه روتين ثابت الى حد ما بتبقى فكرة ناجحة جدا لو حددت وقت معين تقرا فيه كل يوم في نفس الميعاد. كلنا عارفين ان اليوم ممكن يبقى زحمة جدا وصعب انك تلاقي مكان في جدولك للقراءة، بس احساسك في اخر اليوم وانت عارف انك اضفت احد الانجازات ليومك واخدت خطوة في تحقيق احد اهدافك هيحسسك انه يستاهل. شاركنا في الكومنتس الكتاب اللي بتقراه دلوقتي لو بتقرا واحد، او استنى الفيديو اللي جاي عشان تعرف ازاي تختار الكتاب المناسب ليك. وبعدين دوس سبسكرايب لو اول مره تشوفه، ولايك لو انت من اصدقائنا، وانتوا الاتنين اعملوا شير بقى للفيديو لو سمحتوا. نشوفكم الفيديو الجاي.